السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غادي نحضر معكم مسمن بالشحمه ولا مسمن معمر المعروف، يعني اللي كيتباع هكا في المحلات اللي كيبيعوا المسمن والحرشه. كيجي زوين بزاف صراحه، وما غاديش تجي فيه النسمه ديال الشحمه بتاتا، بواحد الطريقه يعني زوينه بزاف. والمقادير سهلة جدا، الطريقة حتى هي بالنسبة للمبتدئات. كنتمنى الفيديو إلى الإعجاب ديالكم وإلى الاستحسان ديالكم وتجربوهم. خليكم مع الفيديو تكتشفوا الطريقة والمقادير، وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله، بسم الله. هنايا عندي العجين اللي عجنته من قبل. العجين عجنته واحد المده ديال، يعني خليته يرتاح واحد المده ديال 2 ساعات حتى 3 ساعات. شحال ما خليتوه يرتاح شحال ما كان احسن. يعني المقادير والطريقه اللي كنستعمل انا في العجين ديال المسمن راه حضرتها معكم مرارا، كاين الفيديو يعني من قبل. هنايا بالنسبه للكميه درت 2 زلايف كبارين ديال الدقيق الفرص، ما يعادل 500 غرام، مع واحد الزلافه ديال دقيق الفينو. هذا الا كان عندكم دقيق الفرص عفوا الرطب. اما الا كان عندكم الحرش فلا داعي انكم تستعملوا الدقيق الفينو او الدقيق الاصفر. يكفي الدقيق الحرش، يعني الفرص الحرش. صافي خلطتهم مع واحد 2 معالق كبارين ديال زيت المائده، الملح على حسب الذوق، واحد شويه ديال خميره الحلويات اي البيكن باودر، ما يعادل 4 غرام، يعني نص ساشيه ديال 8 غرام. صافي وخليته كما قلت لكم يرتاح. من بعد ما ارتاح راه كورته هكا كويرات صغارين على هذا الحجم كما كتشوفوا معايا، وغنخليهم يزيدوا يرتاحوا. وندوزو باش نحضروا الحشوه اللي غادي نستعملوا فيها. هنايا القرعه خضراء والجزر محكوكين والبصله مشلطه، وعندنا حتى الفلفله الخضراء والحمراء حتى هي مشلطه، وعندي الزيتون حتى هو اللي قرطته. هنا في واحد المقيله غادي نوضعها فوق النار كما كتشوفوا، وضعت فيها شويه ديال الزيت، وعندي هنايا هاد الشحمه، هذه الشحمه ديال الكلاوي اللي دوزتها في الهاشوار، يعني فرمتها كما كتشوفوا معايا. غادي نخليها هكا فوق النار مع الزيت حتى كتذوب ديك الشحمه بتاتا، يعني كترجع الزيت ما كتبقاش هكاك يعني صحيحه. من الاحسن كنديروا ليها هاد الطريقه، منها كيحيد منها ديك الجهد ديالها او ديك النسمه ديال الشحمه، ومنها ما كتجيش يعني باينه مع الخضره او مع الحشوه ملي غادي نحشيو بها المسمن ديالنا. صافي من بعد ما غتذوب كما كتشوفوا معايا، غنضيف ديك الخضر اللي عندي كاملين دقه وحده، نخليوها تشحر مزيان في ديك الزويته وديك الشحمه حتى كتدبل، يعني كتبدا يدخلها الطياب. عاد غادي نضيفوا ليها التوابل اللي غادي نضيفوا لهاد الحشوه هذه كما كيتضح لكم معايا في الصوره. غنغطيها غير واحد شويه، واحد المده ديال 5 حتى 10 ديال الدقائق ماكسيموم، على نار اللي تكون مهيله طبعا باش ما تحرقش لكم، وطلق لكم الماء اللي غادي تطيب فيه هاد الخضره هذه كما كتلاحظوا معايا. صافي كنبقاو نحركوها على هذا الشكل هذا حتى كتبدا يعني يدخل ليها الطياب والبصلات تدبال، يعني ما تبقاش هكاك واقفه. وغادي نضيف التوابل ديالي اللي هي عندي هنايا الملح على حسب الذوق، الفلفله حمراء، وعندي هاد التوابل هذه مخلطه سكينجبير والخرقوم والابزار، وعندي هاد التوابل المدخنه ونصف مكعب ديال ضمه البنه. بالنسبه للتوابل المدخنه اختياريه، تقدروا تعوضوها بلا صوص الصوجا اذا كانت متوفره عندكم. كتعطي واحد البنه غزاله لهاد الحشوه هذه، يعني لهاد المسمن كتعطي ديك البنه ديال المدخن كتجي زوينه بزاف. التوابل المدخنه راها كتباع عند الناس اللي كيبيعوا هكا التوابل، تقولوا لهم غير التوابل المدخنه، كتباع يعني هكا في القراعي، وكتباع بالعبار كيف ما بغيتو. صراحه زوينه بزاف، كتجي هكا في الحشوات رائعه. وتقدروا تضيفوا حتى لاصوص الصوجا معاها هكا. هنايا انا ضفتها في الاخير ولكن ما صورتهاش معاكم، ضفت واحد المعلقه صغيره ديال لاصوص الصوجا. صافي الحشوه ديالي ها هي واجده، التوابل كنضيفهم حتى الاخير باش ما يتحرقوش. وفي اخر مرحله غادي نضيف هنايا القزبر والمعكنوس، عندي هكا
مقرضين، غنضيفوهم حتى الاخير حتى هما مع التوابل، ونطفيو على المقله ديالنا. عاد غادي نضيفو ليها الزيتون مقطع هكا دوزتو في الهشوار حتى هو الزيتون الخضر. تقدروا تستعملوا حتى الزيتون الاسود اولا ما تقدروش تستعملوه كاع، يعني غير كاضافه فقط. صافي هنايا هي الحشوه ديالي غادي نخليها تبرد واحد شويه. عاد غادي نبداو نعمروها ولا نزرحوا العجين ديالنا ونعمروها، يعني ونعمروا الحشوه ديالنا في العجين. ما نستعملوهاش هكا سخونه باش ما تقطعش لنا العجين ديالنا. طبعا من بعد ما كتبرد الحشوه ديالي صافي غادي نجيب العجين اللي كورته من قبل وغنبدا نطلقها هكا كما كتشوفوا معايا فوق سطح العمل. طبعا اللي نظفتو ونقيتو من قبل وعقمتو. صافي غنبداو نطلقوه هكا عادي بحال اللي كنطلقوا المسمنه العاديه بالزيت. كنزينوه بشويه ديال الزيت كما كتشوفوا. كنطلقوا العجين ديالنا حتى يبان لينا سطح العمل، يعني يكون رقيق كما كتشوفوا معايا. وغادي نضيف واحد المعلقه او حتى جوج معالق كبارين هكا ديال الحشوه، نسرحها في وسط العجين مزيان كما كتشوفوا معايا. وغادي نطويو العجين ديالنا عادي على شكل ظرف او على شكل مربع كما كنطويو المسمن العادي. طريقه بسيطه بزاف، يعني طريقه سهله بالنسبه للمبتدئات، يعني اللي عاد كيبداو كيتعلموا هكا البنيتات اللي عاد بادين كيتعلموا الطياب. انا الحمد لله دابا راه كلشي ولا كيعرف. انا كنشارك معكم هكا الطريقه ديالي، يعني اللي كنستعمل واللي يعني الحاجه اللي كتنجح لي وكتجي زوينه وبنينه. هذا المسمن كيجي رائع الصراحه الله. انا كنفضلو يعني بزاف على اللي كيتباع هكا في الزنقه. كيجي فيه ديك المذاق او ديك النسمه ديال الشحمه كتجي مجهده بزاف. بهذه الطريقه هذه اخواتي ما غاديش تحسوا بديك النسمه او ديك المذاق ديال الشحمه بتاتا، بحال اللي ما درتوهاش كاع. ما تقولوش يعني هاد الحشوه مشحره في الشحمه بتاتا، كتجي بنينه بزاف، خصوصا بدوك التوابل اللي ضفنا وزدنا حتى الخضر الجزر والقرعه. كنزيدو نغنيو هاد المسمن هذا وفي نفس الوقت كيجي بنين واحسن. صافي غادي نستمر بهاد الطريقه هذه حتى نسالي العجين ديالي كامل. كما كتشوفوا غنسرحوا او نطلقوا الكره ديال العجين ونبسطوا فيها هكا واحد شويه ديال الحشوه في الوسط، يعني في الوسط. نخليوها جانبا حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله. عاد غادي ندوزو باش نطيبوهم. هذه هي الكميه اللي حضرت معكم. صافي من بعد ما ساليت دابا غادي نبداو نطلقوا فيهم. نبداو بالاولى طبعا، يعني الاولى اللي طلقناها الاولانيه اللي ارتاحت غنطلقوها واحد شويه هكا بيدينا. وهنايا في واحد المقله اللي كنطيبوها فيها هكا المسمن ديالنا تكون سخونه مزيان من قبل، نوضعوا فيها شويه ديال الزيت وغادي نبداو نطيبوهم كما كتشوفوا معايا. صافي حتى كنساليو عاود الكميه اللي عندنا كامله. انا اكيده اخواتي الا جربتوا هذا المسمن يعني بهذه الطريقه هذه غادي يعجبكم. الناس اللي ما كتعجبهمش الشحمه كما قلت لكم تقدروا تضيفوا يعني الهريسه او السودانيه الا بغيتوا يكونوا حارين. انا بالنسبه لي هنايا ما ضفتهاش على ولد الوليدات، ولكن نتوما تقدروا تضيفوا الحرور حتى هو كيجي معاهم، يعني كيزيدوا يجيو لذاذين بزاف صراحه، يعني يكونوا حارين كيجيو احسن. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه، يعني نطلق المسمنه ديالي ونوضعها في المقلاة على نار اللي تكون متوسطه، يعني ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش في نفس الوقت يعني ضعيفه. وحتى نساليو المسمن ديالنا وبالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالي من بعد ما ساليت الطياب ديالو كامل. هانتوما كما كتشوفوا كيفاش كيجيو، صراحه كيجيو زوين بزاف، كيجي المذاق ديالهم رائع. كنتمنىكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم حتى نتوما. واذا عجبكم الفيديو اخواتي كيف العاده ما تنسونيش من لايك ديالكم والاشتراك في القناه اذا كنتوا اول مره غتزوروا القناه ديالي فضلا وليس امرا.
هانتوما الشكل ديالو من الداخل كيجي مرق ورطب، يعني كيجي رائع. كنتمنىكم تجربوه، وهنايا كيكون